السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن سر زواج وطلاق الملكة ناريمان وزوجها الثاني. الملكة ناريمان تزوجت للمرة الثانية في حياتها، وذلك بعد طلاقها من الملك فاروق في إيطاليا، وعادت إلى مصر عام 54 لتتزوج من الطبيب أدهم النقيب. وتم الزواج في 10 مايو 1954، وتم عقد القران. وأرادت ناريمان أن تقضي شهر العسل في أوروبا، لكن أدهم النقيب لم يكن يملك المال الكافي لتلك الرحلة الزوجية، وعاشت معه ناريمان في شقته بالإسكندرية عيشة متوسطة الحال، حيث كان مقدم الزواج 100 جنيه والمؤخر 1000 جنيه، على أن تعيش معه على قدر دخله الشهري وهو 50 جنيه. وخلال سنوات قصيرة أنجبت منه ابنه أكرم. ثم دبت الخلافات بينهما، انتهت بتركها المنزل، ووصلت ذروة الخلافات بينهم لساحات المحاكم، وتم الانفصال بينهم. ثم تزوجت الملكة ناريمان للمرة الثالثة من اللواء دكتور إسماعيل فهمي، وكان لواء بالقوات المسلحة، فخرج من كلية الطب عام 57 وحصل على درجة الدكتوراه. وآخر منصب شغله هو نائب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأحيل للتقاعد عام 1989. وظلت ناريمان زوجة له حتى وفاتها في 16 فبراير 2005 عن عمر ناهز 72 عام. وفضلت الملكة ناريمان في هذه التجربة بعيدا عن الأضواء وعن الصحافة، حيث كانت تسكن في شقة متوسطة في مصر الجديدة، ولم تنجب من الزوج الأخير. والسبب هو أن الطبيب المعالج لها نصحها بعدم الحمل حتى لا تتعرض حياتها للخطر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.